طيب في سؤال يعني العملاء كلها بتسأله أو حيرانة فيه مش عارفة إجابة ليه، اللي هو إيه؟ أنا باشتري وما ببيعش. بنسمع كتير الجملة دي من مسقعة. العملاء. أنا مسقعه. اوكي. هي مسقعه. هي أيوة. مسقعه فعلا. يقول لك أنا بشتري وما ببيعش. طب ليه مش بتبيع؟ أصل أنا هو كده ده أصل عندي وده بحتفظ بيه، قيمته بتزيد بعد يوم وأنا كده بكسب وكده حلو قوي. طب هل ده صح كاستثمار صح؟ هقول لك بقى حاجه حلوه قوي هنا. سيدنا عثمان بن عفان ده من اعظم التجار اللي جم في التاريخ، ان ما كانش اعظمهم كمان. لخص ما انت لما تيجي في العقار، لما بتيجي تعمل تشتري وتبيع او تأجر، انت بتتاجر صح كده؟ تجارة. لخص التجاره في كلمتين، قال لك ايه؟ قال لك انمي وابيع، ولا ازدري ربحا، ولا اشتري شيخا، واجعل الراس راسا. يعني ايه الكلام ده لو جيت تطبقه على العقار؟ في ناس للاسف بتطمع. انا بشتري عقار وجالي فيه مكسب كويس، لا استنى شويه. طب هل انت حاسب الناحيه الثانيه؟ لو انت استنيت في كاش فلو تاني بيخرج منك ولا لا؟ ما انت ممكن تفضل تكسب نفس النسبه. انا النهارده دفعت 10 مليون جنيه، جالي فيهم اوفر 2 مليون جنيه، ادي 20% اهو. لما بقيت دافع 15 جالي 18، كده انا كسبت مليون زياده. لا، انت كسبت نفس النسبه، نفس ال 20% بالظبط، هي اللي كسبتها هنا هي اللي كسبتها هنا. فده فاكتور مهم جدا. طيب هل النهارده انت هتحتفظ بالعقار؟ هل انت ضامن السوق النهارده اللي احنا فيه؟ احنا في 2026 السوق دايناميك جدا، السوق متغير جدا. بالظبط، احنا لسه بنتكلم عن عدد مدن اتفتح الفتره الاخيره كبير جدا. فانت السوق ممكن يعجبك، انت ممكن تشتري حاجه تعاقب بجد. انت الناس هديلك مثال حلو قوي، الناس اللي شاريه فيلا على 90 على طول تحفه صح، واستثمار خطير وعقار زاد وعلى 90. النهارده المونوريل لما طلع شكرا مكشوفين كلهم من فوق، تحس ان طب يا سلام بقى انت لو قدام محطه مونوريل كمان، خلاص انت كده خلاص. فدي نقطه مهمه جدا من البدايه خالص. انت حط تارجت، حط اكزيت سيناريو، ولازم التارجت اللي انت هتحطه ده لازم يكون منطقي، وبناء على التارجت ده اللي انت هتحطه لما توصل له ما تطمعش، اخرج طالما هو مكسب كويس ومكسب ريزنبل، وشوف النكست ستيب اللي بعدها ايه. وطبعا ده في الظروف العاديه، يعني لو حصل اي فلكتويشن في العمله، حصل اي ديفالويشن للجنيه، حصل اي حاجه زي كده، بنعمل ريفالويشن تاني ونقيم ان انا بحيث ابقى كسبان نفس الرقم بما يعادل الدولار. يعني لو عامل حسابي ان انا هخرج من العقار ده بعد سنتين ثلاثه بمكسب 500,000 مثلا، اي بقول اي ارقام، حصل ديفالويشن في النص، فال 500,000 دول بقى يعادلوا 700 800,000، منطقي ان انا هبقى باكستند المكسب بتاعي ل 700 800,000.